محمد شكري لاعبا في النادي الاهلي. ايمن الرمادي هيشتكي نادي الزمالك يا جماعه. ايمن الرمادي ليه مليون جنيه مرتب شهر في نادي الزمالك، وليه كمان مكافاه كاس مصر. الامارات العربيه المتحده وارد جدا بعد ما اعتذرت عن كاس السوبر المصري ان هي تستضيف كاس السوبر المصري، ان هي تستضيف كاس السوبر المصري. الكويت كمان مرشحه بقوه لاستضافه كاس السوبر المصري. عايز اقول لك ان ناصر منسي، في اخبار من نادي الزمالك بتؤكد ان في عرض من نادي الفتح السعودي لناصر منسي ب4 مليون جنيه، ب4 مليون دولار. في عرض من نادي الفتح السعودي لناصر منسي ب4 مليون دولار. في عرض المفروض ان هو هيوصل نادي الزمالك من الفتح السعودي اللي بيدربه جوزيه جوميز ب4 مليون دولار للتعاقد مع ناصر منسي. انا واحد من الناس لو بتسالني اقول لك يبيع. لو بتسالني نادي الزمالك يبيع ناصر منسي، ايوه يبيع. رقم كبير جدا. وناصر منسي يعني هو مهاجم كويس وكل حاجه، ولكن ما هوش مهاجم يعني الفاز اللي يخليك ان انت تعافر عشان تبقى عليه. هو مهاجم كويس، ولكن انا برضو يعني النهارده ان شاء الله رب العالمين منتظر مكالمه من حد في نادي الزمالك هياكد لي الخبر، عشان برضو يبقى كلامي واضح مع حضرتك. لكن في كلام ان نادي الزمالك او ناصر منسي تلقى اتصال بعرض ب4 مليون دولار من نادي الفتح السعودي. تلقى اتصال بعرض ب4 مليون دولار من نادي الفتح السعودي. ده بالنسبة لقرار بيع ناصر منسي. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده غلط؟ النهاردة منتظر مكالمة من أحد المصادر في نادي الزمالك اللي هيأكد لي هل في عرض فعلا لناصر منسي ب4 مليون دولار ولا ديت يعني خبر غير صحيح. هنشوف النهاردة. هنشوف النهاردة قصة بيع ناصر منسي لنادي الفتح السعودي. لو انا من نادي الزمالك ابيعه واستفاد بال4 مليون دولار، لو استفاد بال4 مليون دولار. هو الكلام اخويا وحبيب احمد محروس اه حبيبي يا عم احمد يا محروس، كل سنه وحضرتك طيب. اضرب اللايك وصلي على حضره النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. فالكلام اللي عندي ان ناصر منسي ابلغ مسؤول الفتح السعودي، قال لهم اتفاوضوا مع نادي الزمالك، قال لهم اتفاوضوا مع نادي الزمالك. نينو صباح الفل. 38 يا نينو، اتشرف. 38 يا نينو. انت شايف احمد عيد لازمته الاهلي خلص؟ لا يعني هو احسن الوحشين، يعني احسن الوحشين احمد عيد، احسن الوحشين. انا بصراحه لا الاقي ظهير ايمن في مصر ولا ظهير ايسر ولا مدافع يدخل دماغ غير حسام عبد المجيد واياد العسقلاني. مفاجاه في بقاء عمر كمال عبد الواحد ان عمر كمال بنسبه كبيره هيبقى في النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد بنسبه كبيره جدا هيبقى في النادي الاهلي. طيب المدير الفني النهارده انزاجي، مفيش حد هيرحل عن نادي الزمالك. هم لاقيين لعيبه عشان يرحلوا حد، عشان حد يمشي من نادي الزمالك يا نينو. المدير الفني النهارده فيليب انزاجي او انزاجي ممكن يلعب ب3-5-2 ويقلب الطريقه في حاله فقدان الكوره. يعني يبدا المباراه ب3-5-2 ويقلب الطريقه في حاله فقدان الكوره، يخليها 5-3-2 او يعتبرها 5-3-2 امام مانشستر يونايتد الانجليزي. عمر مرموش يتحدى الهلال المصري. عمر مرموش يتحدى الهلال السعودي. والله العظيم ازعل منك يا عمر لو عملت حاجه مع الهلال النهارده. انت اخويا وحبيبنا وصاحبنا وبنحبك وبنعشقك، ولكن احنا بنقول لك يا عمر بلاش الهلال السعودي كده. نفس اسامه فيصل. اسامه فيصل كمان مش جاي النادي الاهلي. البنك الاهلي تمسك باسامه فيصل وعايزين يجبروه للعب البيراميدز او الزمالك حسب الاخبار اللي عندي، يعني انهم عايزين يجبروا اسامه فيصل للعب. وكده مفيش ياسين مرعي، مفيش ياسين مرعي حتى هذه اللحظه، يعني لا في اسامه فيصل ولا ياسين مرعي. طيب يا جماعه، في نهايه اللايف الجميل بشكر كل الناس المحترمه
اللي كانت